قصة النهاردة بتقول لك اوعى تتفلسف. أما عن سؤال الفيديو فهو: من هو النبي الذي دفن 6 من أولاده في حياته؟ والإجابة زي ما عودناكم في آخر الفيديو. ذهب شارلوك هولمز والدكتور واتسون في رحلة استكشافية. تناولوا العشاء ثم استلقيا في الخيمة، وغطى الاثنان في نوم عميق. وبعد عدة ساعات استيقظ هولمز وأيقظ صاحبه قائلا: واتسون واتسون، انظر إلى السماء وقل لي ماذا ترى. نظر واتسون إلى الأعلى وقال: أرى الملايين من النجوم. فرد عليه هولمز: وماذا يخبرك أيضا؟ فكر واتسون قليلا ثم قال: فلكيا يخبرني هذا أنه ربما هناك ملايين المجرات وربما مليارات الكواكب. أما من ناحية علم التنجيم يخبرني أن زحل في برج أسد، ومن ناحية الوقت يخبرني الأمر أننا في الساعة 3:03 تقريبا. أما دينيا يخبرني الأمر عن قدرة الله الخارقة. ومناخيا يبدو أننا سنستمتع بيوم جميل مشرق غدا. وأنت ماذا يخبرك الأمر يا هولمز؟ سكت هولمز قليلا ثم قال: واتسون أيها الغبي، أحدهم سرق الخيمة، وعلشان كده ما فيش داعي أنك تتفلسف، الله يبارك لك. أما عن إجابة سؤال اليوم، النبي الذي دفن 6 من أبنائه في حياته هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد توفى كل أبنائه في حياته إلا السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها.